السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا القناة لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة جميل كده ظريف وكله هيبقى معانا كده فسفور وحاجة حلوة جدا. هيبقى معايا النهاردة ان شاء الله سمكة المكرونة حلوة وجميلة جدا، وكمان رز صيادية ده كده مخلي اللفت كده احمر وجميل معمول في البيت، وطبق سلطه كده خضره بسيطه. ان شاء الله السمكه النهارده هتعجبكم، سمكه كده من البحر المالح ونضيفه، وفصها كده بيبقى ابيض وطعمها زي العسل. نزلت كده حلقه السمك في دمياط وجبت شويه اسماك، ان شاء الله هنشوفها مع بعض في فيديوهات تانية جايه. هنعمل كل فيديو كده حاجه مع بعض وبتتبيله بسيطه وسهله، وان شاء الله تعجبكم جدا. يلا بقى كده ندخل على الفيديو ونشوف مع بعض هنعمل ايه النهارده في الوصفه بتاعتنا. اول حاجه معايا نسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جبت كده السمك زي ما احنا شايفينه، دي السمكه اللي بقول لكم عليها سمكه المكرونه. هقول لكم على سعرها، انا جبت السمك دوت الكيلو ب 30 جنيه. بجد كان سعره خيالي، وسمكه بجد ما يعلاش عليها في الاكل. بجد طعمها تحفه ونضيفه، وزي ما احنا شايفين حجمها كويس جدا. يعني دي في اكبر منها كمان، بس انا جبت الحجم الوسط. دي كده كانت عامله 30 جنيه، بجد سعرها كان رائع. وكمان ده كده زي ما احنا شايفين سمك التعبان، بيبقى طعمه حلو جدا، وكمان لو عملتيه في صواني بيبقى طعمه زي الزبدة، لان بيبقى سمين وكده. وطبعا ده الصغير مش الكبير، يعني هو كمان الراجل حطهولي كده فوق السمك اللي انا جبته منه. نضفته وغسلته كويس جدا. معايا التتبيله بتاع السمك دي كده بهارات سمك هقول لكم عاملاها ازاي، ومعايا هنا قرفه، ومعايا كمون وشطه وكزبره وملح. معايا بصلايه وتوم مفروم، توم هنا هنفرمه مع بعض، وطماطمايه وكزبره خضراء وعلى شبت وفلفل حامي وفلفل بارد. تمام، هحطهم كده في الخلاط وهضرب كل المكونات دي مع بعض. بهارات السمك يا بنات انا عاملاها من قشر السمك، لما بقشر السمك بنشفه وبضربه في الخلاط كده في الكبه، وبيديني نتيجه وريحه ما اقولكيش بقى. هقول لكم على الطريقه ان شاء الله في فيديو تاني. حطيت كده بعد ما ضربت المكونات كلها التتبيله كده على السمك، جبت بولة كبيرة وحطيت كده عليه ليمونة حلوة كده محترمة، لان طبعا السمك بيحب الليمون والكمون. حطيت كده ليمونة حلوة، وهبدأ ان انا هخلطهم كل المكونات دي كده مع بعض، وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين على حسب ما تبدأي تجهزي لنفسك الاكل. تمام، هقلبهم كده واخلطهم. بهارات السمك دي تحفة تحفة، بتدي نتيجة حلوة جدا، ريحتها بتبقى طعمها مميز كده في الاكل. وهنحطها كمان على الرز وهنشوف مع بعض. بتبقى طعمها حلو قوي وريحتها بتبقى حلوه. عامه كمان لو اللي انت جايبه الجمبري من البحر مالح مش مزارع، بيديكي نتيجه افضل كمان في البهارات بتاعته. بعد كده هنبدا ان احنا نركن بقى على جنب السمك، ونبدا ان احنا نجهز للرز بتاعنا. جبت حله وحطيت فيها ماده دهنيه، حطيت فيها زيت طبعا، وجبت كده بصلايه مقطعاها مكعبات، وهبدا ان انا هسيب البصلايه معايا تحمر الدرجه اللي انت عايزاها بتاع الرز، سيبيها على قد البصله ما تحمر. هسيبها بقى لغايه ما تبدا تاخد لون معايا كده تدريجي واحده في واحده، وهنشوف مع بعض الخطوات. زي ما احنا شايفين كده بدات تدخل خلاص في اللون. وهسيبها كمان، انا عايزاها كمان تغمق اكتر شويه عشان تديني اللون، لان انا ما بحطش للرز لا طماطم ولا بحط له اي حاجه خالص ان هي تتحمر اللون معايا. بستكفي بالبصل زي ما احنا شايفين كده اهو، بدا لونه خلاص يدخل في اللون اللي انا عايزاه. حابه كمان ان انت تغمقي عن كده تاخديه احمر قوي قوي، غمقيها شويه وما تخافيش من لون البصل معاكي في الرز. تمام، هبدا احط البهارات بتاعتي، بهارات سمك ومعايا قرفه ومعايا ملح. انا بعتمد القرفه في حاجات كتير جدا، بجد بتبقى نتيجتها حلوه قوي قوي، وبتديني طعم جميل جدا جدا. هخلط كل المكونات كده، وهسيب بقى الميه بتاع الرز معايا تغلي ومع البصل عشان تنزل اللون بتاع البصل. ومعايا هنا كوبايتين من الرز المصري مغسول، وهبدا ان انا هنزل بقى طبعا بيه على الميه. كوبايه الرز المصري بتاخد كوبايه ميه، او حسب الرز اللي انت جايباه. تمام، هبدأ ان انا هغطي عليه بقى واسيبه كده يتشرب المية ويتلدن معايا على راحته كده. شايفين شرب المية خلاص زي ما احنا شايفين، بدأت ان انا وطيت عليه النار وهسيبه يعيش مع نفسه. لونه حلو جدا وهنشوفه مع بعض في اخر الفيديو. بدأت ان انا جبت كده دقيق على نشا، وكمان حطيت بقى بهارات سمك وكركم. حط حاجة بسيطة كده من الكركم، وهبدأ ان انا هتبل السمك بتاعي في الدقيق.
هجيب كده وابدا ان انا اغلفه كده بالدقيق زي ما احنا شايفين، وهنبدا ان احنا نجهز بقى السمك ونبدا ان احنا نقلي. حاطه طبعا طاسه على النار فيها زيت يسخن معايا، وهبدا انزل بقى فيه، طبعا يكون زيت سخن كده عشان يبقى معاكي السمك كريسبي ومقرمش وحلو. تسمي الله كده ونبدا ان احنا ننزل بالسمك واحده واحده لغايه ما ياخد معايا لون حلو. هبدا ان انا اقلبه على الناحيه التانية، وحاولي ان انت ما تغمقيش السمك بتاعك. كل ما درجه اللون بتاع السمك بتاعك ذهبي كده وحلوه، طبعا بتديكي نتيجه حلوه قوي وشكلها بيبقى جميل جدا جدا. هنشوفها مع بعض. شايفين لون السمكه؟ تحفه، بتتكلم عن نفسها بجد، والسمكه دي خطيره جدا جدا. وكده بقى خلصت الكمية بتاع السمك كلها اللي موجودة معايا. وكده زي ما احنا شايفين ده شكل التقديم بتاعي، شكل بسيط طبعا، وكلنا يعني التقديم ده ابسط حاجة نقدر نعمله بالشكل دوت. وعملت السمكة كمان اللي هي التعبان قليتها، دورتها كده في الطاسة وقلتها. وده الرز شكله تحفة جدا جدا، عملته بالشكل البسيط، الديكوريشن البسيط ده كده، ولونه حلو جدا. حابه كمان تغمقي البصل بتاعك عن كده تمام. وده المخلل زي ما قلتلك، لونه حلو قوي قوي وطعمه مغري في الاكل. وكمان عملت طبق سلطه بسيط. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. لو اول مره تشوفوا القناه ما تنسوش تعملوا القناه لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد وصفات تانية جايه احلى كتير باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوف وشكم بخير ان شاء الله. ويا رب النهارده الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم، وطريقه السمك بتاعنا النهارده تكون بسيطه ونالت رضاكم. السلام عليكم.